وفي ليلة الإسراء والمعراج صلى النبي إمام في المسجد الأقصى، ويحيى خلفه مأموم، والنبي الإمام، فالأولى أن نسيد سيد الأئمة. هنسيد مين؟ هنسيد. احنا مش هنبطل تسييد لسيدنا النبي، احنا مش هنبطل تسييد لسيدنا النبي، هو سيدنا. امال سيدنا ايه؟ انتوا عارفين محمد علي بتاع الجلع اسمه محمد علي باشا، محمد علي باشا، وانت تقول محمد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الكرام. أيها الأحبة الكرام، علينا أن نرجع إلى الله عشان بس خاطر الشيخ محمد بس. لا عشان لا الشيخ قال لي 10 دقايق. طب الحاج قال لي طبعا. طب حاضر. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طب اسمع يا لاهي، اسمع يا ساهي. عايزين نرجع لربنا. الموت بياتي بغتة اهو فجأة. تبقى نايم على السرير وتبص مراتك اللي بتصحيك كل يوم، هتيجي في يوم مراتك مش هتصحيك، الملكين اللي هيصحوك في القبر. وتصور بقى اول مرة في حياتك تشوف ملكين. وخلي بالك اليوم اللي بعد ما بيرجعش. سيدنا داود اسمع دي، خد دي. داود حديث قدسي عمال يبكي. احنا عنينا جامدة قوي، مش عارف تعيط لربنا. ده سيدنا النبي يقول لك ان لم تستطع ان تبكي فتباكى. عينينا جامده وقلوبنا حجر. لذلك ربنا قال لسيدنا النبي في اخر قاف ايه؟ فذكر بالقران من يخاف وعيد. ما بنقرا وخلاص. عدي وعدنا على المنابر، مواضيع على المنابر ملهاش دعوه خالص بالناس. صلوا على سيدنا النبي. عدي مالكش دعوه. داود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، ربنا بيقول له يا داود لما تبكي؟ بتبكي ليه؟ قال سبحانك انت اعلم. ده انت اللي خليجي. اقول لك ازاي. قال يا داود اذا كنت تبكي خوفا من ناري فقد حرمتها عليك، وإذا كنت تبكي طمعا في جنتي فقد جعلتك من أهلها. قال لا يا رب، لا هذا ولا ذاك. لا أنا عايز جنة، لا طمعان في جنة ولا خاف من النار. ده العملية مش كده. امال عايز ايه يا داوود؟ ما انا جبت لك العلتين اللي انت عايزهم. قال لا يا رب. امال عايز ايه؟ قال يا رب أبكي لتعيد علي زماني لأعبدك مرة أخرى. قال له دي طلب يا داود. هيهات يا داود. اليوم بلفته يا داود، اللي عدى. اما تبقى جيلنا نتحاسب. اللي راح يا داود. ربنا بيقول لداود نبي ملك سليمان ابن داود الذي كانت تحمله الرياح حيث شاء، الرياح وتنزله سخاء رخاء حيث أصاب. عايز يروح سيدنا سليمان التلاجة، مش تيجي ترزعه في التلاجة، لا تنزله بحنية. واحد بيقول لك انت هتخش الجنة حات فين؟ ده ربنا بيقول ادخلوها بسلام. واحد يقول لك هيخش الجنة حات. شوف الكلام يا اخي. سيدنا سليمان الريح واخدها كده. واحد فلاح في الحقل، فلاح شاف سيدنا سليمان كده قال الحمد لله لقد أعطى الله آل داود ملكا عظيما. فنقل الريح هذا الكلام، كلام الرجل الفلاح اللي في الحقل، أخذ هذا الكلام ووضعه في أذن سيدنا سليمان. فنزل سيدنا سليمان بالريح إلى الحقل ووقف أمام ذلك الفلاح وقال له ماذا قلت؟
سيدنا سليمان كان له هيبة، قعد 40 سنة يا أخي ما يعرفوش إنه مات. 40 سنة الجن ما أصل الواد الربيط ابن الربيط، الواد اللي بربط بيعمل أعمال وبربط ابن الربيط. طب خد اسمه واعمل لي واربطني الربيط. إذا كان الجن يالا واد يا ربيط الجن. سيدنا سليمان ميت بقاله 40 سنة وما يعرفش، ما يعرفش ان سيدنا سليمان مات. طب شوف بقى عشان ما مش موضوع، بقول له انت قلت ايه؟ قال ما قلتش حاجة. ماذا قلت؟ قال والله ما قلت شيء. قال ستقول وإلا سيخبرني الله. فقال الرجل الفلاح والله يا نبي الله ما قلت إلا الحمد لله لقد أعطى الله آل داود ملكا عظيما. فقال سليمان عليه السلام لقولك سبحان الله في الميزان يوم القيامة خير من ملك آل داود. وهو سيدنا النبي اللي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيبك من السياسة وسيبك من الكورة وسيبك من اللك وسيبك من الغيبة وسيبك من النميمة، وعليك بذكر الله فإن ذكر الله دواء، واترك ذكر الناس فإن ذكر الناس داء. وحد رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر له يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليه، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليه يا رب العالمين. اللهم اسقه من يد المصطفى شربة هنيئة مريئة لا يصمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم الحقه بالفردوس الأعلى. اللهم ارحم موتانا جميعا وموتى المسلمين واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وأترككم الآن لتستمتعوا مع فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.